صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات. لا 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 الوصفه دي بصراحه تعبانين عليها وتستاهل. يا سلام، حاجه بجد عظيمه يا جماعه. ما اقولكيش، تعالى اوريك النهارده حاجه فتاكه والله العظيم. من قبل ما اكلها ريحتها تستاهل التجربه. تعالوا نشوف مع بعض النهارده وصفه عظمه على عظمه، ومكونات كلها عندك في درج التلاجة. يلا بينا. اول خطوه يا جماعه هنجيب كوبايه الا ربع من السكر زي ما انتم شايفين كده، نحطها على نار وسط لغايه ما يتكرمل معانا اهو. هنحط عليهم كمان معلقتين من الميه. مفيش تقليب بقى، احنا هنسيب الكلام ده كله لغايه ما يعمل معانا صوص الكراميل. اول ما نبتدي نشوف الكراميل كده ابتدى يظهر معانا من الجناب، نبتدي نقلب تقليبه بسيطه كده لغايه ما نوصل لدرجه اللون اللي احنا عايزينها. وخدي بالك في خطوه مهمه قوي هنا، الكراميل ده هيوصل لدرجه لون معينه، اكتر من كده ممكن يمرر منك، فهنشوف مع بعض الدرجه اللي احنا عايزينها. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، طبعا التقليب المستمر لغايه ما يوصل معاك لدرجه اللون ده، ما يكونش اغمق من كده. خدي بالك، بص المنظر، حاجه جميله جدا اهو. انا مش عايز اغمق من كده، هو ده درجه اللون. كل البابلز او الخرز بتاع السكر اختفى وساح وبقى باللون ده حلو كده اهو. تمام كده. تعالوا نشوف الخطوه الثانيه. عندنا بقى صينيه المونيا مقاس 24 26، مش شرط تكون نفس الشكل ده، ممكن تكون عاديه خالص اللي هي بتاعت البيت بتاعت الكيك العاديه. هنحط دلوقتي صوص الكراميل في الارضيه بتاعت الصينيه بالمنظر ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اهو. حلو كده. يلا بينا. الخطوه الثانيه، كسرولة على النار هنحط فيها 5 كوبايات من الحليب الفريش اهو كده، 5 كوبايات. تمام. هنحط عليهم 4 اكياس من الكريم كراميل الجاهز، ده في متناول الجميع، مش غالي ولا حاجه، في السوبر ماركت بيتباع، نقدر نجيبه بكل سهوله. هنحط 4 اكياس، يبقى 5 كوبايات حليب عليهم 4 اكياس من الكريم كراميل. 3 معالق من السكر اهم، كل ده فوق بعض، ونقلب تقليبه حلوه، ونحط ذره فانيليا صغيره اهو. بس خلاص. هنقلب كده يا جماعه زي ما انتم شايفين على النار الوسط لغايه بس ما المكونات دي كلها تدوب في الحليب، وبعد كده هنوريكم الخطوه الثانيه. بصوا يا جماعه ما شاء الله القوام عامل ازاي، هو ربط شويه، خلي بالك هو ما بيتقلش اكتر من كده، ولكن احنا عايزينه يغلي عشان نتاكد ان السكر داب وكل المكونات دخلت جوه بعض. ده القوام بتاعه اهو. خلاص. اول ما يغلي معانا تعالوا نروح مع بعض كده على الصينيه بتاعتنا بتاعت الكيك، ونشوف هنعمل ايه مع صوص الكراميل. ده يا جماعه الكراميل اللي احنا حطيناه مع بعض من دقيقتين. تمام الكلام. نسمي كده مع بعض بسم الله، وننزل بالكسرول كله كده الصوص الكراميل اللي احنا عملناه على الكراميل. حلو الكلام. في خطوه تانية هنعملها دلوقتي مع بعض، هسيب دوت بس يبرد دقيقتين كده، ونخش مع بعض على الكيك بقى اللي هيعوم في قلب صوص الكراميل ده. يلا بينا. يلا يا حبايب قلبي نعمل مع بعض الكيك اللي هيتحط فيه الكريم كراميل. هنحط دلوقتي نص كوبايه سكر، خدي بالك المقادير بسيطه جدا وكلها بالكوبايه، ونص كوبايه حليب. شوفي البساطه وشوفي السهوله بقى، انا مديكي مقادير مظبوطه بالجرام، طبعا بنعاير كله بكوبايه واحده مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. نص كوبايه زيت كمان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. 3 بيضات كله فوق بعضه يا باشا، عليهم ذره فانيليا دايركت على طول اهو. قلبي لي الكلام ده تقليبه حلوه لغايه ما كل المكونات ديت تخش جوه بعض. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا خلاص ضربنا كل المكونات السايله. هنعمل دلوقتي مع بعض كل المكونات الدراي نقلبها مع بعض. عندي كوبايه ونص من الدقيق، هنحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام اهو. تمام الكلام. معلقتين كده محملين. حط كمان كيس بيكنج باودر. قلبي لي الكلام ده كله تقليبه حلوه قبل ما تنزلي بيهم على المواد السائله. حط كمان هنا ذره ملح صغيره، يبقى كل المواد الدراي اتحطت مع بعض، وبنقلبهم كده وندخلهم جوه بعض. هنحط ذره ملح دلوقتي، وادي ذره ملح صغيره. سلام، ايه البساطه والسهوله دي. هننزل كده تدريجي بنص الكميه ونقلب واحده واحده كده اهو. ننزل دلوقتي كمان بنص الكميه اللي فايضه معانا كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين القوام عامل ازاي اهو، زي الفل كده تمام التمام. عندي الكراميل اللي احنا عملناه، الطبقه ديت لازم تمسك. بصوا كده المنظر اهو.
لازم نسيبها كده لغايه ما تتماسك بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حلو الكلام؟ حلو. هننزل بقى بالخليط ده كده فوق صوص الكراميل. يا سلام، بص المنظر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وكده زي ما انتم شايفين احنا خلصنا الكيكه بتاعتنا كده، مفيش اي خطوات تاني غير مراحل تسويه. طبعا ليه مراحل وهوريكم كمان نعرف الكيك استوى ازاي، ولكن خلينا نغلي ميه تكون سخنه، نحطها في صينيه وبعد كده نحط الصينيه الجميله القمر دي في الميه السخنه، نولع الفرن على درجه حراره 180. طبعا يكون الفرن ولع من قبل التسويه. تمام الكلام؟ يلا بينا. الكيكه ديت قعدت 40 دقيقه جوه الفرن، بعد كده بيتناها ليله في الثلاجه. مهم جدا ان هي تقعد في الثلاجه مش اقل من يوم كامل عشان تقدري تقطعيها وتطلع معاكي بالعظمه دي. شوفي المنظر. تعالوا نقطعها مع بعض كده وناخد سلايس حلو. شوفي لي كده طبقات الكيك، الله، مع الكريم كراميل بتخطف العقل والقلب. ايه الجمال ده؟ دي الصبح كده على الفطار للولاد، شايفه اهو، حاجه عظيمه، حاجه بجد عظيمه يا جماعه. مزيكا فتكه فتكه مش هزار يعني. شير ولايك للفيديو، بجد الوصفه تستاهل. سلام.